ايوه انا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. المتكلم جدو السيدي واللبو، مفتش رئيسي للشباب، رئيس مصلحة وزارة الثقافة والشباب والرياضة. بالنسبة لهذه الجماهير اللي جاية اليوم من الوجهاء ورؤساء القرى وهذه المجتمع النسوي اليوم اللي جاء في هذه الظروف الحارة والصعبة والحالة المعروفة هون، لأن هذا المنكب من الأرض أساسا يعتمد على الحالة الرعوية، يا غير هذه الجموع اللي هي ما قدت يكون تجشم عن السفر والمجي ملبية لأمرين. الأمر الأول بدعوة من الإطار محمد أحمد واللبو، المفتش المالي لأمين الصندوق بالخزينة الوطنية، لأنه هو الفاعل والوجيه الرئيسي بالنسبة لهذا المجتمع بشكل عام، بشكل عام. النقطة الثانية على أنهم مرتبطين بدليل قالوا فخامة رئيس الجمهورية وجايين، بدليل قالوا التلقية بالحسانية رئيس الجمهورية، ومستميتين إن شاء الله من أجل التصويت يوم 14 إن شاء الله و29 والطموح اللي يمدهم على انهم ان شاء الله يختاروا يوم 29 ان شاء الله، وعندنا يطلعوا لنا النتائج كلهم يتنافسوا السعداء بفوز فخامة رئيس الجمهورية. وقايلين من هذا المنبر علينا ان شاء الله مقتنعين بهذا الاتجاه وماشيين فيه ومقتنعين باطارنا هذا ووجيهنا، وهو بالنسبه لنا كل شيء. ورانا شاكرين الجماعه وشاكرينكم كاملين، وشاكرين السيد المنسق، وشاكرين الاعلام، وشاكرين اللي كامل ساهم في هذا من قريب وبعيد، وراجين في الله التوفيق لزياره فخامه رئيس الجمهوريه ونجاح المهرجان اللي احنا لا نعود جزء منه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.